السلام عليكم على دفعة 2024. عاملين ايه؟ فيديو كل شهر انا عارفة، بس انا متأكدة ان اكتر حاجة مثمرة انت محتاج تشوفها هو فيديو كل شهر، فاسمعوا الفيديو للاخر عشان بجد تستفيدوا وكمان تجددوا من طاقتكم شوية. المفروض ان ده رابع شهر ليكم ثانوية عامة لو انتوا بادئين عادي جدا من شهر 8، زي ما قلت قبل كده في شهر 10 ان السنة كلها مهمة من اولها لاخرها، وانسب وقت انك تزود فيه المجهود هو الوقت اللي انت ادركت انك بتضيع فيه، ما تندمش على اي حاجة فاتت ولا اي حاجة جاية. فاسمعوا الفيديو للاخر ويلا بينا. اول حاجة هي نصيحة تقريبا انا بقولها على طول ولكن مش بديها حقها في الفيديوز قوي، وهي انك ما تنساش انك تحمد ربنا. بجد احمد ربنا ان انت اصلا معاك كتاب، انت معاك كتاب وقاعد في بيت قاعد تحت سقف. احمد ربنا على الحياه الادميه اللي انت عايشها. احمد ربنا على نعمه اليوم العادي انك نمت وصاحي قرفان وبتشوف وراك ايه هتذاكره. احمد ربنا ان انت نمت اصلا في بيتك وفي سريرك، دي حاجه في حد ذاتها تستاهل الحمد. وثالثه ثانوي اللي انت شايفها معاناه، او الجامعه اللي انت شايفها معاناه، احمد ربنا انت في ثالثه ثانوي او في جامعه او في اي مرحله دراسيه تانية. طلب العلم مش بالحاجه الهينه اللي متوفره في ايد كل الناس. اي نعم ناس كتير عندها القدره انها تدخل مدارس تدخل جامعات، ولكن مش كل الناس عندها القدره انها تقعد تذاكر او عندها القدره انها تسمع الفيديو للاخر، فارجوكم اسمعوا الفيديو للاخر. تاني حاجة your fake passion. أكتر كلمة بتتقال أنا فقدت الشغف. أحب أقول لكم إن أنتوا في المراحل اللي جاية إن شاء الله هتكونوا في مرحلة البرن أوت اللي هو الإنهاك. الشاطر الذكي بجد في الوقت ده هو اللي يعمل جدول أو يمشي نفسه على سيستم معين وما ينتظرش أبدا يكون عنده شغف أو يكون عنده حماس علشان يبدأ. الحماس ده يا جماعة بلوشة وميته مش مفيد. كل اللي عليكم بجد تستبدلوا كلمة الباشن بالديسيبلين، الانضباط، انك تكون ماشي بسيستم معين او بجدول معين او بحاجة معينة، ولما تخلص مذاكرة المادة دي او الحاجة دي تعمل عليها صح لو تشيك كده، فمخك يديلك شوت دوبامين فتكمل بعد كده بقيه اليوم، وكمان تصحى اليوم اللي بعده تكمل على نفس اللي انت بدأته في اليوم اللي قبله، وهكذا. محدش ينتظر ان يكون متحمس علشان يذاكر، اصلا محدش بيحب المذاكره، هو اصلا محدش بيحبها. هتكون متحمس وعندك شغف تذاكر ليها ازاي؟ ممكن تذاكر لهدف معين اللي هو الهدف اللي انت عايز توصل له اخر السنه، ولو في جامعه او في اي مرحله تانية اكيد لك هدف انت عايز توصل له. انت بتذاكر وبتعصر على نفسك ليمونه علشان توصل للحاجه اللي انت عاوزها دي. وقبل كده كان جيمس كلير اللي هو صاحب كتاب عادات الذريه كان قال ان motivation is overrated. الحاجه الموتيفيشن او الشغف ده حاجه مبالغ فيها جدا، هو حاجه اصلا يا جماعه مش مهمه. وكمل بعد كده وقال environment often matter more، يعني البيئه بتهمك اكتر، بيئه المذاكره بتاعتك ان يكون كتبك موجوده وحاجتك موجوده، وانك تقعد في الاوضه وموبايلك بره مش معاك وتهكر التابلت. وقبل كده قلت ان التابلت عادي تهكره جدا وتستخدمه وتذاكر من عليه. بجد دي الحاجات اللي هتهمك ودي الحاجات اللي هتخليك تستمر في المذاكره. نتعمق اكتر بقى في شهر 11 لما جيت نزلت لكم بوست على التليجرام قلت لكم ايه اكتر حاجه انتوا عايزين نتكلم فيها. اي نعم سالتكم السؤال ده بعد ما عملت السكريبت، يعني انا بس سالت السؤال ده بعد ما عملت السكريبت، بس كنت عارفه انت هتردوا وهتقولوا ايه. في منكم قال التراكمات ودي النقطه اللي بعدها، في منكم قال مراجعه القديم مع الجديد، او ان انا عاوز ازود حل. رايي هنا بقى ان انتوا بلاش تحملوا عليكم لود المراجعه، يعني اصبروا المراجعه دي في اجازه نص السنه تقدروا تراجعوا مفيش مشكله، ولكن شهر 11 ميعاد مناسب جدا لو انتوا عاوزين تزودوا في الحل. انا فاكره ان انا كنت زودت كتاب فيزياء كمان، وكنت اتفزلكت وجبت كتاب احياء، وكنت بحاول ان انا اجيب كتب كتير يعني، بس ما لحقتش طبعا اخلص كل اللي انا جبته. فنصيحتي بجد ليكم انتوا تقدروا تحملوا الكتب دي على الموبايل بتاعكم او على التابلت مفيش مشكله، وتقدروا تحلوا منها اونلاين، يعني حلوا من الكتب دي اونلاين عادي بدل ما تشتري كتب وانت كده كده مش هتحلها او مش هتخلصها. واللي يهمني في كل ده ان انتوا تشتروا كتب كتير في المراجعه، يعني في المراجعه اقول لكم اشتروا كتب كتير وحلوا كتير جدا جدا جدا. ولكن دلوقتي انا عايزاكم تهتموا بالمذاكره اكتر من المراجعه، لان انتوا لسه هتاخدوا جديد كتير، انتوا لسه هتاخدوا في الجديد الكم بتاع الجديد اللي انتوا تاخدوه هيزيد اكتر عليكم، خصوصا شهر واحد وشهر اتنين لما يجوا يعني تلاقوا الكم بتاخدوه اكبر من قبل كده. يعني شهر 8 و9 ده كان دلع، مش اللي هو لسه حاجات كتيره او تقيله عليك، ده غير امتحانات الدروس وهنتكلم عنها واحنا جايين. وانا مدركه جدا جدا الضعف النفسي اللي جوه كل واحد فيكم، دول بيحلوا كتير، دول بيراجعوا، دول بيذاكروا اكتر، دول ودول ودول. عايزه اقول لكم ان دي كلها اجتهادات والله ولي التوفيق في النهايه. اعرف ناس صحابي مثلا هم دلوقتي في طب عادي وما كانوش بيزودوا في الحل كتير، في ناس تانية كانت بتزود في الحل كتير جدا وكان ليهم نصيب بس في اماكن تانية او في كليات تانية. وفي ناس برضو كانت بتزود حل وبتلاقي في الاخر، فهي اجتهادات والله ولي التوفيق، ما مش حاجه ثابته او سيستم معين ده بيعمل كذا يبقى هو هيجيب، ما بيعملش كده يبقى هو مش هيجيب. هيفضل الصحيان الساعة 5 الفجر هو النصيحة الأهم والأغلى لأي حد بيشتكي من قلة الإنتاجية في يومه أو عاوز يذاكر أطول فترة ممكنة. أنا حاليا للأسف الشديد في الكلية مش عارفة أعمل كده، لأن نظام الكلية مختلف تماما عن ثانوية عامة. الكلية بينط لي كل يومين امتحانات وكمان عندي حضور وعندي سكاشن، لكن ثانوية عامة نظامها ثابت، وامتحانات الدروس دي مش امتحانات واتكلمنا عنها قبل كده كتير. يا جماعة ما تقلقوش منها، كل اللي انتوا عايزينه امتحانات الدروس انك تذاكر بضمير وتذاكر حلو، واللي ذاكرته تراجع عليه وبعد كده تروح تمتحن عليه، وايا كانت الدرجه بقى اللي انت هتجيبها حلوه او وحشه. انا ما كنتش بجيب درجات حلوه عامه يعني، وكنت بزعل جدا ومدركه انها بتزعل خالص،
ولكن في النهاية ما لهاش لازمة، فعلشان كده مش عايزة لكم تدّوا لها حق أكبر من حقها. فالمهم لا يمكن بجد تنجزوا في ال24 ساعة اللي تبدأوا فيهم بعد الفجر بنفس ال24 ساعة اللي تبدأوا فيهم في أي وقت تاني. تخيل كده إن أنت بتبدأ يومك من بعد الفجر وبتقعد فيهم مثلًا 5 ساعات بتركيز كامل والناس كلها نايمة، وطبعًا ما فيش موبايل معاك وما فيش أي حاجة، 5 ساعات بتركيز كامل بس بتذاكر، بجد هتكون الإنتاجية في level عالي جدًا. الموضوع بجد مهم ويستحق التجربة، وأفضل استثمار ممكن تستثمره في نفسك لإنه استثمار مضمون 100%. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بورك لأمتي في بكورها. فأي حد بيشتكي من الإنتاجية أو إن هو مش بيذاكر كتير، حاول بس إنك تبدأ يومك من بدري. أول ما تبدأ يومك بدري طبعًا تصحى بدري، هتعمل إيه؟ هتذاكر، هو ده المطلوب. على فكرة لو بداية اليوم ماشية مضبوط وماشية صح، بقية اليوم كله هيبقى مضبوط معاك. لو بصيت على كيرف أي إنتاجية هتلاقيه متذبذب، طالع نازل طالع نازل. ده أكبر دليل على النجاح. الاستمرارية هي بجد طريقك للنجاح. ولو حد في الكلية، والله العظيم يا جماعة لو حد في الكلية واستمر بس في المذاكرة حتى لو كل يوم ساعتين 3، حرفيا يطلع من الأوائل بكل سهولة جدا. ولكن خلينا في ثانوية عامة دلوقتي، خلينا في ثانوية عامة. المهم انتوا في ثانوية عامة ان استمراريتكم دي هي دليل لنجاحكم ودليل ان انت في تطور ودليل ان انت ماشي صح. ولكن بلاش ينزل قوي، يعني بلاش توصل لمرحلة الإنهاك اللي هو البرن اوت. لأ، يعني يوم علا معاك ما فيش مشكلة، يوم نزل شوية معاك ما فيش مشكلة، بس بلاش يوم ينزل أوي، لما تذاكرش فيه أي حاجة خالص. لما تلاقي نفسك مقفول من الحياة ومش عايز تذاكر أي حاجة خالص، خد بريك، ارضي عن نفسك كده وخد يوم بريك بضمير مستريح. أنا واخد البريك ده، أنا قاصد إن أنا آخده، فما فيش مشكلة عادي. بس تجنب البرن اوت وما تستقلش بأي مجهود أنت ممكن تعمله. إنك تذاكر شيء أحسن من لا شيء خالص، فما تستقلش بأي مجهود حتى لو كان بسيط. يعني مثلا لو أنت في يوم راجع فيه من دروس كتيرة جدا وتعبان ومش قادر ومنهك، لو ذاكرت فيه حاجة بسيطة ما تستقلش بالحاجة دي، أحسن من ما فيش خالص. حاجة مهمة جدًا، جدًا، بطّل تشتكي وبطّل تتدلّع. الكلام ده مش بيأكل عيش خالص، وبجد زماننا مش سهل. وأنا مش باحبطكم خالص، أنا معاكم عادي، أنا من نفس الجيل ما فيش مشكلة. ولكن ثانوية عامة هي أول خطوة بتثبت فيها إن أنت شخص مسؤول، شخص قد المسؤولية. وما أدراك بجد من المسؤولية. أنت محتاج تعلّم الصبر والاجتهاد، وأي مجال أيًا كان المجال ده ذُكر فيه الاجتهاد ذُكر فيه النجاح. أيًا كان المجال ده فوق تحت فين، طالما فيه اجتهاد هيبقى فيه نجاح. وكل ما اشتد الاجتهاد ده اشتد التميز في النجاح ده. فالوقت اللي انت بتصيح فيه وبتقول كوبايه شاي وساعتين جد وهلم منهج في شوال وكل النصب ده، في حد تاني في نفس الوقت بيعيش حلمك. ارجوكم فكروا فيها قبل ما تسيبوا جواكم الطاقه السلبيه دي. ارسم حلمك قدامك في كل الاوقات وفي كل مكان، وصلي وادعي واعمل كل اللي عليك، ولو بامكانك انك تصدق تصدق وطلع لله. وما تبصوش على الجانب المظلم. زي ما قلت باول الفيديو، احنا الحمد لله في نعم كتيره جدا، مهما كنا بنتعب لا يقارن ذاك العذاب بذاك العذاب. وما ننساش دعواتنا لاخواتنا المستضعفين في كل مكان، دايما ادعوا ليهم وحاولوا ان انتوا تشاركوا بدعائكم. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو بتاع النهارده، اتمنى تكونوا استفدتم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو، تسيبوا رايكم في كومنت، تعملوا فولو للحاجات اللي قدامكم دي كلها. ولو في ثالثه ثانوي امسح كل الحاجات اللي انا قلت عليها دي. ولكن لو انت في اي مرحله دراسيه تانية مفيش مشكله، اعمل فولو للحاجات دي كلها. وبس لو انتوا في ثالثه ثانوي ضروري تدخلوا على قناه تليجرام، هسيب لكم قناه التليجرام في اول كومنت تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. باي باي.